لكن رغم ذلك سيد الوزير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يقول المخاوف من امتداد أحداث تونس كلام فارغ، وهو في نفس الجريدة التي نشرت هذا التحقيق منشور في جريدة الجمهورية في الصفحة الأولى. وصف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مخاوف البعض من امتداد ما يجري في تونس إلى دول عربية أخرى بأنه كلام فارغ، مؤكدا أن لكل مجتمع ظروفه، فإذا ما قرر الشعب التونسي أن ينهج هذا النهج فهذا أمر يتعلق بشعب تونس. قال أبو الغيط في شرم الشيخ ردا على أسئلة الصحفيين أن مصر قالت أن إرادة الشعب التونسي هي الأهم، أما هؤلاء الذين يتصورون أوهاما ويحاولون صب الزيت وتأجيج الموقف فلن يحققوا أهدافهم، وأن الضرر سيلحق بهم أنفسهم. مشير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.